لو لسه ما جربتوش الصلصه المدخنه مع المكرونه والسجق يبقى انتوا فايتكم كتير وهتطلع معاكم حدوته. عندي طماطم وفلفل رومي احمر وفلفل حامي وبصل وفصين توم، نقطع كل ده مكعبات ونحطه في صينيه تدخل الفرن وعليها زيت زيتون وبابريكا وملح وفلفل وميكس راق من اللي قلبك يحبه، وندخلها الفرن حوالي نص ساعه لحد ما تستوي. عندي نص كيلو سجق بلدي نقطعه على نصين او مكعبات صغيره، كده كده المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش لحاجه عندنا، حاجه اللي تحبها هي اللي تعملها. ونطلع بالطاسه على النار ونبدا نحط السجق ومكعب زبده، والله حدوته مدلعكم، وعلى النار هاديه كده واحده واحده وعلى هاديه زبادي لحد ما السجق يستوي معانا. وحله على النار فيها ميه سخنه ونبدا نحط شويه ملح ونسلق المكرونه وتختار النوع اللي انت بتحبه. الطماطم بتاعتنا خلصت، نبدا نحطها واحده واحده وعلى هاديه زبادي مع شويه سكر ونضرب ضربه حلوه لحد ما تطلع معانا بالحلاوه دي. اظن لحد دلوقتي ان الدنيا سهله وبسيطه. ونحط الصلصه المدخنه في طاسه على النار ونبدا ناخد المكرونه كده وهي سخنه كده على طول، تبدا تطلع من هنا وتحط هنا تقليبه محترمه. السجق بتاعك خلص، احنا طبعا ممكن نعمل بالكبده، كده كده اكلتك ودلعها. المكرونه بتاعتنا خلصت، نبدا نحطها كده على الصوص على طول وتصلي على النبي وتقليبه حلوه، وتجيب الطبق بتاعك تبدا تحط المكرونه وتحط عليها السجق زي المحلات اللي في الشارع. اكله سهله وسريعه واي حد يقدر يعملها. اعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فولو على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.